يشيلها من فوق حارس المرمى ويلفها، لكن الكوره لفت اكتر. الحاجات دي بقى في الارض وتحط بطن رجلك ووش رجلك وتيجي زي ما تيجي. وادي هدف يعني ضاع للاهلي. والنيران الصديقه. اوه المفاجآت في الدقيقه 12، كره بترد وكره في الشباك امامنا عن طريق اللاعب جان جوزيف كومبوس يسجل هدف في الدقيقه 12. شوف هنا الهدف من الهجمه المرتده، والكره اتعملت في عمق دفاعات الاهلي. فرصه جونيور اجاييه يضيع النيجيري فرصه هائله، بترد كره امامنا. ادي الكره، كره ملعوبه مره ثانيه، الكره ملعوبه، وادي امامنا هنا من امام قدم احمد فتحي علي معلول والانضمام في المسانده الهجوميه. وادي الكره معموله من هارونا في اتجاه كومبوس، بخلاف عودة أحمد الشيخ على فكرة اللي حاضر هذه المباراة، هداف الدوري اللي كان معار إلى مصر الرباط. هدف مقابل لا شيء للقط الكاميروني. النادي الأهلي قادر على العودة بما يملك من شخصية وجدية وروح وهدف استقلال وهدف التعادل. الغزال عمرو جمال يسجل هدف التعادل للأهلي. عمرو جمال يا ولد يا عمرو، يا ولد يا عمرو يا جمال. 5 أهداف في الكونفدرالية وهدفين في دوري الابطال، سجل في اهلي بنغازي وكان سجل في يانج بويز. اهلي بنغازي 2014 ويانج بويز 2016. وعمرو جمال الغزال اهو النهارده. الغزال سجل هدفين في الالومنيوم في كاس مصر والداخليه، وسجل في مرمى وادي دجله، ولكن يسجل هدفه اللي امامنا هنا يمكن هدفه، يمكن اخر هدف اعتقد وادي دجله اللي كان في شهر فبراير. بص عمرو جمال يا ولد يا عمرو، يا ولد يا عمرو، يا ولد يا عمرو. عنده الشخصيه وعنده التحدي وعنده اثبات الذات، وبالفعل عمرو جمال الغزال ياتي بهدف التعادل للاهلاوي. هدف التعادل للاهلاوي يا ولد يا عمرو. عمرو جمال هنا بقى المفاجأة. بعد يتوقع حارس المرمى دايما القرار خاطئ عنده جدا، دايما القرار خاطئ. نتمنى يكون عنده صحة في القرار، يتمركز كويس، يتحرك كويس. وادي امامنا استلام وواحدة حلوة يا ولد يا ولد يا ولد عبد الله، يا حبيبي يا عبد الله، يا حبيبي يا عبد الله، يا ولد يا ولد. لكن مؤمن ثبتها له وعملها على طريقة ركلات الجزاء يضعها عبد الله السعيد. وعبد الله السعيد المره دي هو ايه؟ مش اللي يجاور السعيد، اللي يجاور مؤمن يسعد، لان عبد الله السعيد سجل تقدم للاهلي. هدف روعه 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 من عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يضع جماهير الاهلي في هذه اللحظه المنتظره. عبد الله السعيد يخلي جمهور الاهلي سعيد. شعار دائما وابدا معاك يا اهلي، ويلعب يا اهلي وورينا. عبد الله ورانا. ادي بص عبد الله يا ولد، هذه فرصه النهارده دي قمر يا جدع. جونيور جاي ادي عبد الله، لكن مؤمن عاملها حلوه. وادي بقى القرار، ادي القرار يا عيني على كل هدف حلو قوي. عبد الله السعيد اللي بيستعيد الحقيقه في هذه اللقطه، يستعيد قدراته التهديفيه بعد ما كان فتره صيام اللقاء المصري في 18 سبت، حتى سجل في الجيش في 4 مايو، لكن 10 اهداف في الدوري، والمره دي هو يسجل لفريق نادي القطن الكاميروني. حارس المرمى النهارده راؤول انجوي. علي معلول نجم الدولي التونسي، نجم المتالق الحقيقه، واللي كان احد النجوم في لقاء مصر. راسيه يا ولد يا ولد يا ولد. هو نويه الغزال هنا يطير، وبضربه راسيه يسجل النادي الاهلي الهدف الثالث. علي معلول يصنع، والغزال عمرو جمال يسجل. وعيد يا نصر، فرح مصر. وهدف الاهلي امامنا، هدف الاهلي الثالث. عمرو جمال ضربه راسيه حلوه قوي الهدف. ادي علي معلول، واللي حضراتكم كان نجم في لقاء مصر وتونس في تصفيات 2019 في الكاميرون. بص علي معلول عاملها حلوه قوي. وادي امامنا عمرو جمال، وكان معاه على فكره سعد سمير في اللقطه الماضيه، لكن تروح لمين؟ تروح لعمرو جمال. الكوره النهارده حابه عمرو جمال، عايزه تصالح عمرو جمال. علي معلول تمريره روعه، لفه. شوف حضراتكم اللفه دي بس ايه، وعمرو جمال يوجه، علي معلول يلف وعمرو جمال يوجه، والكره في الشباك. ادي الجماهير والفرحه، وما اجمل الفرحه الحقيقه.